اعملوا قهوة بعد الفطار وتعالوا اتفرجوا، علشان هجاوب على حتة سؤال: ازاي اقدر اتخطى الم او وجع رغم ان عدى عليه شهور بس انا لسه موجوعة ولسه بشتكي من نفس الوجع. فتعالوا نشوف ايه الاجابة بتاعت الموضوع ده. باي ذا واي، انا هدير رؤوف، لايف كوتش وكونتنت كريتور، فيا رب اقدر افيدكم. ولو اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، علشان انا مش بقول الحاجات دي فبالتالي بتنسوا تعملوا لايك، فقررت انا هقول. Please keep watching. بما اننا هنتكلم عن ألم ووجع، فقررت ان القعدة النهاردة تبقى كوزي كده وغير متكلفة بالمرة. بنات كتير بتبعت لي نفس الكلام او نفس السؤال، وهي ان هي حاسة بوجع شديد او ألم شديد ومش قادرة تتخطاه. مش بس كده، ساعات في كلاينتس بيجولي وبنفضل اوقات كتير قوي او جلسات كتير قوي بنتكلم في نفس الحاجة، ومهما بحاول اخد فكرها لطريقة تانية بتبقى مصممة ان هي تشتكي من نفس الحاجة. طيب تفتكروا ده ممكن يكون سببه ايه؟ وما تفتكروش ان كلامي اجريسيف لاي حد او موجه لاي حد او حتى بيحكم على اي حد. انا بقول لكم علم وحاجات انا قريتها وشويه من ماي اكسبيرينس، فما تاخدوهاش شخصيه، ما تشخصنوهاش خالص. انتوا عاوزين حل وانا بحاول اساعدكم هنا. طيب اللي بيحصل هنا ان احنا ساعات كتير قوي بنتآلف او بنستأنس بالألم. بمعنى ايه؟ تعالوا نتكلم لو واحدة سابت خطيبها وخلاص هي مش عارفة تتخطى الموضوع لفترة طويلة ومش عارفة تدخل في علاقة جديدة. الحقيقة ان اللي بيحصل هنا ان انتي بتكوني تعودتي على الألم ده او الوجع ده. ليه؟ لان انتي بقيتي عارفاه وحافظاه وبقيتوا صحاب مع بعض كده، وبقيتوا فاهمين كل حاجة عن بعض، فانتي بالنسبة لك الألم ده بقى كومفورت زون. احيانا من غير ما نحس او ما ندرى بنبقى مصممين نفضل عايشين في الألم، وعقلنا برضو الباطن من غير ما احنا نحس او اللاواعي بيبدأ يرفض ان هو يخرج بره الألم ده. ليه بقى؟ لكذا سبب، منهم انه انتي بتكوني خايفة تبدأي حاجة جديدة. فبالنسبة لك ان انتي تبدأي حاجة جديدة ده محتاج منك مجهود انك تبقي كويسة، مجهود انك تتخلصي من الألم اللي انت فيه، مجهود انك تشتغلي على الحاجات اللي عايزة تظبطيها في حياتك، مجهود انك تبدأي من جديد. فبالنسبة لك بيبقى الأسهل ان انا اكون في الكومفورت زون بتاعتي اللي هو الألم. ده بيحصل بطريقة لا واعية، واللي انا بعمله معاكي النهاردة ده 70% من الحل. لان لما تبقي تسمعيني دلوقتي وتبقي واعية بده انه انت عقلك هو اللي بيخدعك وعاوزك تفضلي عايشة في الألم وتتحولي لضحية طول الوقت، لانه هو كسول يجرب حاجة جديدة وكسول يعمل خطوات. خليني اديكي مثال كده يوضح شوية انا قصدي ايه. لو انتي معاكي كرتونة بيض كبيرة قوي وماشية بيها في البيت والكرتونة دي كلها اتكسرت، فطبيعي الكرتونة دي هتقع في الارض وهتعمل ريحة وحشة وهتبقى مجلبطة وحاجات كتير قوي. انا عارفه انك هتشيليها كده كده، بس انا مش بسالك الصح ايه، انا هسالك دلوقتي الاسهل ايه. هل الاسهل ان انا اقعد جنب الكرتونه دي اعيط، ولا الاسهل ان انا اقعد الم الحاجه اللزجه وامسحها واضيع ريحتها؟ اكيد الاسهل ان انا اقعد جنبها اعيط. نفس الموضوع، ان انتي تقعدي في الالم عايشه بتعيطي، انا عارفه انه بيوجع جدا زي ما انا عارفه ان ريحه كرتونه البيض بشعه جدا، ولكن هو اسهل لك من ان انتي تقومي تستعيدي حبك لنفسك، تستعيدي ثقتك بنفسك، تبداي تشتغلي على حياتك، تبداي تحسني من حياتك، تبني عاداتك. انت من الاخر بتبقي بعد كل تجربه مؤلمه بتبداي من جديد، فده مجهود عقلك بيبقى رافضه من غير ما انت تحسي، فتفضلي عايشه في الالم، ورغم مرور وقت طويل قوي بتفضلي حاسه بالالم. في 3 حاجات بيخلونا عايشين في الالم فتره اطول، تمام؟ غير اللي انا شرحته. حاجة اسمها emotional reasoning، وهو التفكير في الموضوع بالعاطفة. emotional reasoning ده يعني، خليني اديكي مثال عشان تفهمي اكتر. مثلا لو انتي انفعلتي شوية غصب عنك على مامتك، فانتي بدل ما تروحي ببساطة تعتذري لها على ده، لا انتي بتفضلي تقولي دي هتكرهني، ده انا هخش النار، ده انا ما عنديش احساس. بدأتي تحولي الموضوع لعاطفة كبيرة قوي، رغم ان حله بسيط. انت ممكن تروحي تعتذري وتقولي ان ما كانش قصدك، او تستغفري عشان ربنا ما يحاسبكيش، ولكن انت بتبدأي تدخلي الموضوع في ايموشنز كبيرة. حاجة كمان، ان انا ابقى طول الوقت بعمل بليمينج، او ان انا بشخصن الحاجة طول الوقت، كل حاجة انا محورها. طول الوقت الناس كانت قصدها تضايقني،
طول الوقت هي قالت الكلمة دي عشان تضايقني، طول الوقت بقى عكسها ان انا بلوم نفسي انا ان انا زعلت الناس، او بلوم نفسي ان انا قصرت مع بنتي، انا قصرت مع جوزي، قصرت في شغلي، قصرت في حياتي. الحاجتين دول ممكن يفضلوا حابسينك في دور الضحية طول الوقت، سواء انك تشخصني كل حاجة وتخليها بتلف حواليكي، او ان انتي تبقي بتلومي نفسك برضو وبتبقي انتي سبب الشر في الحياة كلها. اخر حاجة اللي هو انك تدي الحاجة اقل من حجمها او اكتر من حجمها. الحاجة من الاخر وقتها وبنقول لها باي باي، الموقف وقته وبنقول له باي باي، مش بنكبره. وده اللي انتي غالبا عاملاه للبنت اللي سألتني السؤال لما قالت لي ليه القلم مش بيروح رغم ان بقالي 7 شهور. لانك اكيد مدياه اكبر من حجمه، لانه مش المفروض يقعد 7 شهور ايا كان الالم. يعني يا جماعه حتى ربنا قال لنا في الوفاه 3 ايام او 4 ايام، يعني ما بالك بقى انتي المواقف الحياتيه العاديه. فما تشخصنوهاش، ما تلوميش نفسك، ما تكبريش المواضيع، ما تديهاش اكتر من حجمها ولا برضو تديها اقل من حجمها، وما تدخليش العاطفه او الايموشنال ريزونينج في كل حاجه. طيب يعني انا اعمل ايه دلوقتي علشان اتخلص من اي الم؟ كل حاجة بتبدأ من قرار، مفيش حد عنده عصاية سحرية هيجي يقومك بيها. بس انا عايزة اقولك ان انتي دلوقتي غصب عنك وبعقلك اللاواعي مصمم يعيش في دور الضحية لانه هو خايف او مكسل انه يقوم ياخد خطوات. فانا دلوقتي وضحتلك ده، المفروض ان انتي النهاردة بعد ما تقفلي ده وتخلصي قهوة بعد الفطار تاخدي قرار حاسم بان انا هخلي الالم ده ينتهي، وهبدأ اركز في حاجات تانية غير الالم ده اخد مساحته وخلصنا. محتاجة اركز في حياتي، محتاجة اشتغل على عاداتي، محتاجة افهم انا عايزة ايه، ومحتاجة كمان افهم انا نفسي اكون انه شخص. واعرفي تاني للمرة المليون ان انتي خلاص مش ضحية، اللي حصل حصل وكان غلط وكان بيوجع وكان مؤلم، مسؤوليتك انتي ان انتي تلغيه او تبدأي ما تحسيش بالألم. زي كده ما البيض وقع، اكيد ما كانش قصدك يقع، ولا البيض عاوز يغلس عليكي مثلا، ولكن هو وقع وساب ريحة وحشة وساب حاجات مش نظيفة كتير، بس للأسف مسؤوليتك انك تلميه. فمحتاجة تلميه، تنضفيه، تخلي ريحته جميلة. فقومي بقى دلوقتي هاتي ورقة وقلم واكتبي استفدتي ايه من قهوة بعد الفطار النهاردة، وهتبدأي بايه اكتبي لي في الكومنت. ولو عاوزة تعرفي ازاي يبقى عندك عادات جديدة شوفي الفيديو اللي فات او قهوة بعد الفطار اللي فاتت. اكتبوا لي في الكومنت عاوزين الموضوعات الجاية تكون عن ايه. بحبكم قوي 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 قوي، رمضان كريم عليكم، باي.